لكن للأسف الشديد الإعلام المصري في التلفزيون المصري مفضوح قوي، لكن الإعلام اللي في الفضائيات الخاصة ده بيحط السم في العسل. أنا مش عارف هم ليه بيعادوا الإسلاميين، هم ليه كارهين الإسلاميين، هم ليه كارهين التيارات الإسلامية. في ميدان التحرير وبشهادتهم، بشهادة كتير من الليبراليين، كتير من المعادين للإسلام، يشهدوا أن لولا أن الله عز وجل ساق الإسلاميين إلى ميدان التحرير وتحديدا الإخوان المسلمين كان الناس اللي في ميدان التحرير دول اتذبحوا. وأنا بقول الكلام ده، أنا بقول أن الذي كان الفداء لهذه الثورة هم شباب الإخوان، شباب الإخوان المسلمين، ومعاهم شباب الجهاد وشباب الجماعة الإسلامية وبعض الشباب السلفيين اللي رفضوا فتاوى بعض شيوخ السلفيين ونزلوا للميدان. دول اللي كانوا واقفين على المتاريس، دول اللي كانوا بيضربوا بالرصاص الحي، والمتكلمين والمفكرين ويعني كتير من الناس اللي بنسمعهم كانوا بيجوا لابسين بدل يقولوا كلمة ويتصوروا ويمشوا. وكان طبعا في كتير من الليبراليين موجودين في الميدان ونايمين مع الصور ونايمين وعرقانين وتعوروا، لا أنكر حقهم. اشمعنى كنا في ميدان التحرير بنهتف ونقول ايد واحدة؟ اشمعنى في ميدان التحرير كنا بنقر بالجهد والفضل للإسلاميين؟ الإسلاميين اللي عندنا 680 شهيد، أكتر من نصهم من الإسلاميين. عندنا 5500 جريح، أكتر من نصهم إسلاميين.